تبون يركع أمام إيمانويل ماكرون والصحراء مغربية حسب النظام الجزائري. ركز للأخير باش تفهم تداعيات الاتصال الهاتفي البارحة بين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، وكيف يعتبر هذا رضوخ وركوع تاريخي من نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف كعادته. طبيعة الحال تعرفوا بأن النظام الجزائري منذ ما يقارب الآن سنة افتعل أزمة مع فرنسا بسبب اعترافها بمغربية الصحراء، والنظام الجزائري اعتبر ذلك خيانة كبرى وخيانة عظمى. بطبيعة الحال اعتقال بوعلام صنصال اللي قال تبون بأنه عديم الهوية ومجهول الأب، وناض يبكي تبون لأنه هذا بوعلام صنصال حسبه تعدى على الجزائر وعلى تاريخها. قضية المؤثرين اللي كنت شفتها في نهاية السنة ثم بداية السنة كانت تداعياتها طبيعة الحال واللي كانت ضربة كبرى وفضحت النظام الجزائري وأبواقه في فرنسا. كل هذه القضايا والنظام الجزائري وأنصاره قالوا لنا لن تكون عودة إلى الوراء، لكن ما جعل النظام الجزائري يرجع إلى الوراء ليس مصالح الجزائر. كما كان الحال مع إسبانيا، أن النظام الجزائري لما يرى مصالح المسؤولين الجزائريين تتضرر بعدما تم كشف ممتلكات المسؤولين وبدأ الحديث عن تحقيقات في ممتلكات المسؤولين الجزائريين في فرنسا، بعدما أيضا تم منع أكثر من 800 مسؤول جزائري من الدخول إلى فرنسا. وشفتوا قضية زوجة السفير الجزائر في مالي الذي تم طردها كالقذارة من فرنسا. النظام الجزائري لما رأى بأنه مصالحهم ستتضرر طبيعة الحال حاب الآن يربح الوقت، لأنه الأزمة لم تنتهي وستعود بحلقات أخرى. لكن النظام الآن بطبيعة الحال ركع ورضخ وصار لا يتكلم على مغربية الصحراء وعلى اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. صارت قضية لا تهم النظام، رغم أنه تبون في حواره مع لوبينيون في بداية السنة قال بأنه سبب الأزمة هو اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. الآن صار هذا موضوع ثانوي، لأن النظام الآن يريد إنقاذ مصالح المسؤولين الجزائريين جوجيل وغيرهم اللي عندهم ممتلكات في فرنسا، دخولهم إلى فرنسا، لكن يبقى المشكل أكبر. السلام عليكم الخوت، هذا هو النظام الجزائري، لا قيمة لا هيبة لا استراتيجيه لا دبلوماسيه. ملي انت غتولي تتصل بالرئيس الفرنسي ماكرون وتقلب انك ترجع العلاقات مع فرنسا، فعلاش واحد الوقت سحبتي السفير الجزائري في فرنسا؟ هذا الشيء درتيه هذه واحد عامين ولا 3 سنين مع اسبانيا بنفس الطريقه من بعد ما اعترفت بالصحراء المغربيه، ومن بعد رجعتي العلاقه مع اسبانيا ومازال اسبانيا تعترف بالصحراء المغربيه، ونفس المثل ينطبق على فرنسا. اشنو تغير دابا؟ الصحراء المغربيه، وهذا اعتراف ضمني بالنظام الجزائري بمغربيه الصحراء. انسان خصو يكون دبلوماسي، وملي كيمثل رئيس تبون كيمثل دوله الجزائر، فخصك تعطي قيمه للدوله كما نتوما كتقولوا حنا قوه ضاربه وقوه اقليميه، ولا كيفاش كيسميوه هما جميع المصطلحات الغليظه والضخمه كيسميو نفوسهم بها. نخليكم الخوت مع هذا التقرير هذا بعد استجابه او لا انبطاح الرئيس تبون والنظام الجزائري للضغوطات الفرنسيه. معنا وسيم، وفي البداية ما هي العوامل التي قادت إلى التخفيف من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين والتوصل إلى بيان مشترك بين الجزائر وفرنسا؟ تذكرين رشيدة، الشرارة التي أشعلت الأزمة الأخيرة كانت رسالة الرئيس الفرنسي إلى العاهل المغربي واعتراف فرنسا بأن مستقبل الصحراء الغربية ستكون ضمن السيادين الجزائريين ورفض الجزائر استقبالهم. كل هذه التفاصيل أوصلت العلاقات إلى نقطة تلامس القطيعة في الأسابيع الأخيرة، وأتى بطبيعة الحال توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي وعسو يستعيد زمام المبادرة ويأخذ على عاتقه استعادة العلاقات مع الجزائر من خلال هذا الاتصال مع الرئيس الجزائري تبون، الذي كان مهد بشكل من الأشكال أيضا بتصريح قبل الجزائر، لأن الأضرار القطيعة تعود على البلدين نتيجة تداخل تاريخيا في المصالح بين البلدين. فكان هذا الاتصال المفاجئ في الواقع الذي عبر لو لم يشرد صراحة إلى هذا الأمر في البيان مقابل مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. المصالح الاقتصادية أيضا تأثرت كثيرا في التوتر القائم في المرحلة الماضية. البيان يشير إلى استئناف التعاون الاقتصادي، لكن أيضا دعم فرنسا لما تطالب به الجزائر، وهو إعادة تفاوض حول اتفاق الشراكة الجزائرية أوروبية، لأن الجزائر تعتبر أنه لا يأخذ بعين الاعتبار أو لا يأخذ كفاية مصالح الجزائر بتصدير منتجاتها الصناعية. هناك استئناف أيضا للجنة المؤرخين التي تعمل على
قراءة التاريخ المشترك بطريقة علمية وموضوعية، وتعرف أن العمل هذه اللجنة توقف في المرحلة الماضية. يقال ما لم يذكر وقد يكون أكثر أهمية في أحيانا مما ذكر في البيان، هل فرنسا ستأخذ خطوات لجهة مثلا كما فعلت إسبانيا بعد اعترافها بمغربية الصحراء لجهة تركيز أكثر على أن لا حل؟ وزير الخارجية الفرنسي الذي لم يكن مرتاحا جدا لهذا التوتر في الواقع، يعني عكس وزراء آخرين، الذي سيذهب إلى الجزائر في 6 من الشهر المقبل. وأيضا هناك زيارة مرتقبة أعلن عنها لم يحدد تاريخها لوزير العدل جيرال دارمانا، الذي كان سابقا لما كان وزير الداخلية هو من وقع الاتفاق مع الجزائر، والذي كان أيضا في المرحلة الماضية من أصحاب الخط الذي يدعو إلى إجراءات إلى حد ما عقابية ضد الجزائر. الآن هو من سيتولى الأمر وليس وزير الداخلية، وهذا أيضا إشارة من الرئيس الفرنسي. شكرا لك. كان هذا الخوت هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. كنتمنىكم انكم تبارطاجيو وديروا اللايكات باش يطلع الفيديو عند عدد اخر ديال المتابعين المغاربه، خصوصا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج ولا كتتبع عن كتب القضايا اللي كتهم المملكه المغربيه الشريفه. واكيد مشكل الجزائر مع فرنسا فبطبيعة الحال هو بشكل أو بآخر فهو كيهم المغرب، بحكم أن الجزائر اللي قطعت العلاقة مع فرنسا أو دخلت في علاقة متوترة مع فرنسا جاء مباشرة من بعد ما اعترفت فرنسا رسميا بمغربية الصحراء، وبعد ما زار رئيس ماكرون المملكة المغربية الشريفة، والأحداث تتوالى من بعد ما زارت إحدى الوزيرات الفرنسية للمناطق الصحراوية المغربية. فالجزائريين بطبيعة الحال هذا شأن يؤرقهم كثيرا. نتمنى أنهم يتعلموا الدروس ويبعدوا من الأمور اللي ما كتهمهمش ويمشيوا يعيشوا حياتهم، يمشيوا يقابلوا بلادهم والمواطنين ديالهم، يستغلوا الثروة الطبيعية ديالهم في الصالح العام وصالح المواطن الجزائري البسيط، لأن الثروات اللي كتوفر عليها الجزائر فنورمالمون خاصها تعيش واحد الحياة اللي رفاهية وتعيش بحال قطر، وبحال قطر لدولة صغيرة الحمد لله، ونشوفوا كيفاش ازدهرت واستغلت الثروة الطبيعية ديالها، في حين أن الجزائر اللي كتنعم بثروة طبيعية هائلة وما كنشوفوش داكشي على أرض الواقع. نتمنى الصحراء الشرقية ترجع للمملكة المغربية الشريفة، لأن هذا ملف لمستقبلا خاصو يتطرح وبشدة على الطاولة. شكرا لكم الخوت، السلام عليكم.